السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوف رجع ذكريات صعبة لناس عاشت زلازل أقوى وأخطر في تاريخ مصر. كتير مننا لما بيشوف الأخبار ويلاقي عناوين غريبة زي مثلا زلزال شعر بيه سكان القاهرة، بنقول إيه ده؟ هو في زلزال فعلا؟ وأكتر سؤال بيتكرر، هو أصلا مصر بيجي فيها زلازل؟ الحقيقة مصر اتعرضت لزلازل كتير، بعضها كان مدمر وخلى الناس تفكر مرتين قبل ما تسكن في أماكن معينة. وآخرهم كان زلزال بقوة 6.4 ريختر ضرب جزيرة كريت اليونانية. والعجيب بقى إن الهزة وصلت لمصر وناس كتير حسوا بيها، سواء في القاهرة أو في اسكندرية أو حتى في الصعيد. الزلزال فتح جراح قديمة وذكر ناس بزلازل مرعبة عاشوها زمان. وعشان كده في فيديو النهاردة هنتكلم عن أقوى 7 زلازل ضربت مصر، بعضها قديم جدا وبعضها ممكن لسه فاكرينه لحد النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول. رقم 1، زلزال 1847 الفيوم. وده كان أول زلزال كبير يوثقه التاريخ الحديث في مصر، وسبب مئات الضحايا والمصابين، والدمار انتشر في مناطق كتير حوالين القاهرة. رقم 2، زلزال 1903. وده كان زلزال عنيف جدا مات فيه حوالي 10,000 شخص، وده اللي خلى الحكومة وقتها تفكر تعمل مرصد حلوان للزلازل عشان ترصد أي نشاط زلزالي قبل ما يفاجئ الناس. رقم 3، زلزال 1969 جزيرة شدوان البحر الأحمر. ده زلزال كانت قوته 6.9 ريختر، والتأثير وصل لكل محافظات مصر تقريبا، وامتد كمان للسودان وأثيوبيا وفلسطين، وعمل تشققات في قاع البحر الأحمر. لكن لحسن الحظ ما حصلش أي خسائر في الأرواح. رقم 4، زلزال 1981 السد العالي بحيرة ناصر. الناس خافت بسبب قربه من السد العالي، بس الحمد لله الزلزال كان قوته 5.6 ريختر، والسد مصمم يتحمل زلزال لحد قوة 8 ريختر، يعني الدنيا عدت بسلام. رقم 5، زلزال 1992 دهشور، تحديدا يوم 12 أكتوبر. وده كان من أقسى الزلازل اللي عاشها المصريين، والتدمير كان كبير جدا لأنه كان بقوة 5.6 ريختر، وانهارت آلاف البيوت والمدارس، ومات فيه 541 شخص، والجرحى كانوا أكتر من 6500 مصاب، وكتير من الناس وقتها ناموا في الشارع بسبب الخوف. رقم 6، زلزال 1995 نويبع. وده يعتبر أقوى زلزال في العصر الحديث لمصر، وصلت قوته ل7.2 ريختر، وسبب وفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات، وحس بيه سكان الأردن والسعودية. رقم 7، زلزال 1997 القاهرة. وده كان زلزال خفيف نسبيا، قوته 5.9 ريختر، والقاهرة كلها حست بيه، بس الحمد لله ما حصلش خسائر في الأرواح أو الممتلكات. من 1847 لحد النهاردة مصر شهدت زلازل كتير، بعضها عدى بسلام وبعضها ترك جرح كبير. والزلزال اللي جاي من كريت مؤخرا بيأكد إننا مش بعاد عن منطقة زلزالية نشطة. قولولنا في الكومنتات أنهي زلزال منهم سمعت عنه أو عشته بنفسك، وهل حسيت بزلزال كريت اللي حصل قريب؟ ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول.